ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. وحشني كتير من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون فيديو روتين. اشتريت كده حبه حاجات. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا لما في حاجات بتخلص بجيبها كده اول باول، وبمشي يومي يعني زي ما بتيجي، يعني ايه بظروفها بصراحه. فحبيت ان انا النهارده اشارك معاكم يومي البسيط. يا رب ان شاء الله باذن الله تستفادوا من الفيديو حتى لو بمعلومه بسيطه. بس ما تنسيش بقى تحط لايك ودعوه حلوه كومنت جميل زي كده تحت في التعليقات على الفيديو. وشكرا جدا ليكم على تعليقاتكم الحلوه الجميله اللي انتوا دايما بتكتبوها لي، وقد ايه انتوا بتشجعوني ان انا اصور فيديوهات كتير وانزلها. بجد ربنا يخليكم ليا يا رب. بص، انا كنت جبت لفه جلاش وجبت جبنه قريش. بص الاسعار انا مش متذكراها، لان بصراحه الفيديو ده متصور بقاله كام يوم وانا النت عندي كان قاطع. ف مش فاكره حاجه خالص بصراحه. المهم ان انا جبت لفه جلاش وجبت جبنه قريش وجبت فلفل رومي على حار. جبت كمان خيار وجبت طماطم. جبت نص كيلو لبن بلدي وجبت كيس لبن بخيره. يعني الحاجات اللي كانت ناقصاني. كمان كنت محتاجه رز، فجبت كيلو رز ده من عند العلاف عادي. زي ما قلت لكم انا بصراحه مش متذكره اسعار خالص عشان ما اقولكوش اسعار تكون اسعار مختلفه. جبت كمان طحينه. جبت كمان فلفل اسود. يعني انا كنت بشوف الحاجات اللي انا محتاجاها او اللي كانت ناقصاني، كنت بكتبها في ورقه وكنت بجيبها. هنا كمان جبت كيس مارشميلو ليا، ما نسيتش نفسي بصراحه بحبه قوي. فقلت كده اجيب لي، وجبت كمان مقرمشات لاولادي بيحبوها بس ما بجيبهاش كتير عشان طبعا هي مش صحيه. خلاص. يعني انتي، بص هو كل يوم كده تحسي ان في حاجات بتنقص في بيتك، فبتبداي ان انتي تجيبيها اول باول. هنا بقى كانت بنتي جابت الثلاث زرعات دول، قالت لي يا ماما انا عايزه زرع اهتم بيهم. وراحت جايباهم. دول اللي انا دول التلاتة دول تقريبا كانوا ب50 جنيه، دول اللي انا فاكره سعرهم يعني. بس بصوا شكلهم حلو قوي، وقد ايه كانوا جمال جدا جدا. طبعا هي قعدت تهتم بيهم وتسقيهم وكده، بس للاسف برضو ماتوا، يعني انا مش عارفه في ايه. كنا حاطينهم كمان في البلكونه، كانوا فرحانين بيهم قوي. وبقت تجيب كده ازاي امتى نسقيهم وامتى عشان ما يموتوش منها. يعني انا بنتي بتحب تشغل دماغها بحاجات كده. فالحمد لله، بس هما كانوا شكلهم حلو جدا جدا. هنا بقى بدأت ان انا اشيل الحاجة من حواليا علشان خاطر ابدأ اشوف بقى انا عايزة اعمل ايه. طبعا الحاجة اللي انا ببدأ ان انا يعني ايه افضي كده حاجة حاجة من حواليا. بدأت ان انا اول حاجة ان انا اغلي اللبن. خلاص. اللبانه لونها كده عشان انا كنت حاطاها في غساله الاطباق، فطبعا الالومنيا ما ينفعش تتحط في غساله الاطباق فبتسود، ففعلا اسودت خلاص. لكن هي نظيفه ما فيهاش اي حاجه. بصوا كمان علبه الرز كانت فاضيه خالص، فجبت بقى كيس الرز ورحت فضيته. زي ما قلت لكم ان انا لما بلاقي الحاجه عندي بتخلص ببدا ان انا اجيبها تاني. مش شرط يكون الشهر خلص فعشان كده ابدا اجيب خزين الشهر، لا، في حاجات بتخلص قبل ما الشهر بيخلص. فطبيعي جدا ان انت مش هتقعدي من غير الحاجه ديت، فبتبداي ان انت تجيبيها تاني. بس بتجيبي بقى كميات اللي هي تكفيكي مثلا مده تخلص، تجيبي تاني لحد ما يجي اول الشهر وتجيبي حاجتك بالشهر. جبت كمان برطمان الطحينه كان خلصان وكنت غسلاه وشايلاه نضيف، فبدات كده ان انا افضي فيه الطحينه. اتمنى اللي بيشوف فيديوهاتي لغايه اخر حاجه يقول لي، علشان انا ببقى مبسوطه قوي لما انتوا بتشوفوا الفيديو كله كامل. وببقى مبسوطه اكتر بكلامكم الحلو الجميل. هنا بقى طبعا كنت مستعجله قوي في اليوم ده لان كان الوقت كان اتاخر. عبال ما اشتريت الحاجه وعبال ما فطرنا وعبال ما خلصت وبدات ان انا افضي في الحاجه، فالوقت كان متاخر. هنا بقى جبت بوله كبيره وحطيت فيها القطعتين الجبنه القريش وهرستهم كده، ورحت مقطعه في الكبه طماطمايه من غير طبعا ميه ولا اي حاجه عشان ما تنزلش ميتها. وقطعت كمان كام قرن فلفل رومي برضو في الكبه. بقيت استسهل قوي حته ان انا اقطع الخضار في الكبه دي، مش على ايدي بصراحه. بتنجز معايا بطريقه غير طبيعيه. وحطيت كده حبه جبنه رومي مبشوره. دي انا ببقى جايباها مثلا بجمعها من بواقي الجبنه الرومي اللي عندي، او باخد الاطراف الناشفه بجمعها عندي في الفريزر. وببدا ان انا لما بجمع كميه اضربها في الكبه بتبقى عامله زي ما انتوا شفتوها كده. بحطها بقى في الجلاش، بحطها على الجبنه المكرونه البشاميل، بحطها على على البيتزا، بحطها على اي حاجه انتوا حابين تحطوها في الكريب. بتنفع قوي بصراحه. هنا بقى جبت لفه الجلاش وجبت اكبر صينيه
اكبر صينيه انا بحب اعمل فيها الجلاش عشان يكون الطبقات ما تبقاش عاليه قوي، ما تبقاش تخينه، وفي نفس الوقت الحشو يبقى حلو باين. فبجيب اكبر صينيه عندي، ببدأ بقى كده ان انا احط كل ورقتين تلاتة، مش شرط يبقى بينهم سمنة، يعني رشة كده بسيطة، مش شرط كل ورقة وبينهم سمنة، لا بحط ورقتين تلاتة حسب يعني كده بطريقة عشوائية، والله بتطلع حلوة جدا. وببدأ بقى ان انا احط ببدأ بقى ان انا احط باقي الكمية خلاص، وببدأ بقى في النص كده اروح حاطة الحشوة بتاعتي اللي انا الحشوة بتاعتي اللي انا لسه عاملاها معاكم خلاص. وببدأ بقى كده ان انا اوزعها. عندك بقى بسطرمة حطي، عندك زيتون حطي، عندك قطع فراخ حطي، بس انا عملتها بمشكل جبن بصراحة، بتبقى خفيفة وسهلة وفي نفس الوقت بتبقى طعمها حلو قوي. عايزه تحطي جبنه، عايزه تحطي لانشون، عايزه تحطي اي حاجه. بصوا هو الجلاش المشكل ده بيبقى حلو قوي في اي بواقي عندك انت، مثلا نشفت مثلا، مثلا مش هتاكلوها تاني، قطعتين فراخ هتقطعيها برضو وتحطيها، حبه لحمه مفرومه هتحطيهم. بصوا يعني الجلاش ده ما بيقولش على حاجه لا ابدا، وبتطلع حلوه جدا. هنا بقى كنت حطيت كل كميه الجلاش التانية، واخر ورقه زي ما انتوا شايفين كده بتنيها خلاص. وببدأ بقى كده ان انا اقطعها، عايزة تقطعها مثلثات براحتك، عايزة تقطعها زي ما انا بقطعها كده مربعات حلوة برضو. انا بقطعها مربعات بصراحة، انا بقطعها الاول قبل ما اسقيها علشان الشوربة او ال المية اللي انا هسقيها بيها يعني ايه تنزل في كل الايه الجلاش. طبعا في التوقيت ده انا كنت مولعة الفرن مسخناه خلاص، وبدأت كده احط بواقي السمنة هي على الوش. طبعا انا هنا كنت جبت معلقتين سمنه وسيحتهم في الميكروويف. هنا بقى كنت عندي شوربه حطاها في الفريزر، فانا طبعا من زمان بعمل الجلاش كده، ما بعملهوش ببيض ولبن لاني بيطلعوا معايا طري ومش حلو. فدايما بعمله بشوربه، لو انا عندي شوربه لحمه او شوربه فراخ، يا اما لو ما عنديش شوربه بسخن ميه واحط في الميه مرقه وملح وفلفل اسود، كأنها زي الشوربة بالظبط. بس انا كان عندي هنا شوربة فطلعت كيس سخنته عشان هعمل منه بواقي الاكل، يعني باقي الاكل يعني. وسقيت اهو لفة الجلاش، وبحط بقى على الوش كده رشة من الجبنة الرومي المبشورة. انا بسقيها بالظبط كده كبشتين او كبشتين ونص من الشوربة بس كده. وببدأ بقى ان انا احطها فين في البوتاجاز، في الفرن يعني. هنا بقى كنت بحمر مكرونة، جبت الحله بتاعتي حطيت فيها معلقه سمنه على زيت، وببدا ان انا انزل بالمكرونه حمرتها اهوت. احط بقى رشه فلفل اسود، واحط رشه من الكمون، واحط واحده مرقه. لو مش عايزه تحطي خلاص مش مشكله. هنا كمان كنت غليت اللبن اهو خلاص وطفيت عليه. يعني طول ما انت واقفه كده بتلاقي 100 حاجه بتبقى عايزه تعمليها في المطبخ. فربنا يعيننا جميعا يا رب ويدينا الصحه يا رب، اهم حاجه الصحه والله. لو الواحد تعبان تحسي ان مبيبقاش قادر يقوم يعمل اي حاجه خالص، لكن لو ربنا مديكي صحة الحمد لله يا رب على نعمة الصحة، بتلاقي نفسك بتعملي 100 حاجة في نفس الوقت. هنا بقى سقيتها اهوت بالشوربة. طبعا بتزودي الشوربة شوية لان المكرونة مش مسلوقة، واول ما بتبتدي انها تتشرب شوية بتنقليها على العين الصغيرة وتوطي النار. ساعات بحط كيس صلصة وساعات ما بحطش، بس انا النهاردة هحط معاكم كيس صلصة. بتخلي لونها احمر برضو حلو، ما بتبقاش زي الصلصة الطبيعية بس بتديها طعم حلو. بس كده هقلبها بقى واستنى لحد ما تتشرب شويه، وبعد كده انقلها على العين الصغيره واوطي النار. طبعا لفه الجلاش بقى كانت خلاص طلعت بقى من الفرن. وده كده شكلها بصوا بقى بتبقى تحفه، بتبقى مقرمشه وجميله. والجبنه طبعا الجبنه القريش على فكره لما بتخش الفرن بتبقى سايحه شويه، فبتديها طعم حلو قوي. في التوقيت ده كنت بعمل بطاطس في الاير فراير. سبتها بقى تستوي مع نفسها بقى في الاير فراير، وقلت اعمل لي كده فنجان قهوه بلبن، قهوه فرنساوي، وبدات ان انا اكل معاها المارشميلو ديت. قلت عبال بقى من البطاطس تخلص والمكرونه كمان تستوي، وهنا كان الاكل بتاعي خلص. بصوا المكرونه كان شكلها حلو جدا والله، كان طعمها تحفه. وعملت كمان فراخ في الفرن، والبطاطس كانت طلعت والجلاش اهو كان طلع. بصوا حاجه كده في منتهى الجمال. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك، دي ايد ابني. واشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامه.